ازيكم؟ عايز النهارده اوريكم حاجه لو حصلت بره مصر كان زمان ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي بتصورها النهارده. اللي قدامكم ده مكبس خشب وزنه فوق ال 8 طن وطوله فوق ال 3 متر بايادي مصريه شقيانه، هيخرجوه حرفيا من جحر بدون استخدام اي معدات حديثه، كلها معدات يدويه. في كل مرحله كانوا بيعدوها كنت بقول ازاي هيعدوا المرحله اللي بعدها. اول مرحله زي ما انتم شايفين المكان كان ضيق جدا، فطبعا لضيق المكان لا كان ينفع كلارك ولا winch ان هم يدخلوا، فعملوا له الاول زي قضبان قطر، حتتين حديد وبعد كده مواسير علشان يفضل يتدحرج عليه، وبعد كده استخدموا فكره في عمليه الشد وهي توزيع الاحمال. جابوا حته حديده طويله وحطوها بين جدارين علشان خاطر المكبس ده طوله فوق ال 3 متر ووزنه 8 طن، فلا عمود هيستحمله ولا سقف هيستحمله. اي نعم عمليه تطليعه كانت بطيئه جدا بسبب انت في كل مره بتنقل فيها المكبس محتاج ان انت تظبط الاتجاه بتاعه، وتاني حاجه تنقل العجل الحديد اللي هي المواسير الحديد اللي تحته علشان خاطر يتدحرج عليه. طبعا الموضوع في بدايته كان بالنسبه لي صعب، ولكن لما اشتغلوا بدات افهم آلية العمل بتمشي ازاي. اللي جه في دماغي بقى هم ازاي هيحملوا البتاع ده من الارض لحد العربيه من غير لا winch ولا كلارك. لقيتهم جابوا 3 مواسير حديد طوال جدا وبدأوا ان هم يجمعوهم بطريقة معينة، وربطوا ضلعين من المثلث علشان خاطر يثبتوا المسافة ما بينهم، وبعد كده العربية رجعت بظهرها، ربطوا فيها حبل كده وبدأ الحبل ده يشد، فبدأ المثلث ده يقف على حيله لحد ما بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا العربية مشت مسافة طويلة جدا علشان ترفع المثلث ده زي ما انتوا شايفين، وصلت اخر الشارع، وفي كل ضلع في المثلث حطوا قطعة خشب كبيرة كده علشان خاطر حاجتين: اول حاجة ما يغرسش في الارض، تاني حاجة يثبتوا الثلاث اضلاع ببعض ما يبعدوش عن بعض. حضروا حاجة تقريبا كده بيسموها بلانك او بلانكو، مش متذكر بالظبط. دي بتبقى عبارة عن سيبيا كده، بيبدأوا ان هم يعلقوها في راس المثلث ده من فوق، وبينزل منها كده كام جنزير علشان يعلقوا في المعدة اللي هيشيلها. طبعا انا كان عندي سؤال ان ازاي الجنزير ده هيشيل المعدة؟ المفروض اصلا المعدة دي تيجي في نص الجنزير وتتشال، والمكان كان واطي، فلقيتهم عملوا قضبان حديد ورفعوه على خشب علشان خاطر يبقى في مستوى المعدة. وبنفس الطريقة المواسير الحديد اللي تحت المعدة وبتمشي على قضبان، ومن ورا كده بالعتلة بيحط راسها في الأرض ويبدأ يرفع علشان يحرك المعدة لقدام. طبعا في كل مرة كان بيحرك المعدة لقدام كان لازم يظبط المواسير الحديد علشان يبدأ ان هو يحركها مرة تانية. طبعا ضروري جدا انك تزق المعدة لحد ما تبقى في نص المثلث بالظبط علشان عملية الرفع ما يكونش فيها مشكلة. فلو فاكر الموضوع سهل، فالموضوع ما كانش سهل ابدا، لان كان اي غلطة ممكن تحصل كنت ممكن تلاقي المعدة دي على الارض. طريقة رسوم للخشب بتاع القضيب وتحكمهم في جميع الزوايا الخاصة بالمعدة دي كانت حاجة بالنسبة لهم سلسة خالص، فالناس دي بجد تسلم ايديها. الناس دي من دمياط الجديدة. هيجي لي واحد يقول لي شفت يا عم بتوع دمياط اللي انت كنت. يا حبيبي زي ما فيكوا الوحش فيكوا الحلو، احنا كنا بننتقد سلبيه معينه علشان ما تتكررش تاني. وبعد ما شالوا بقى القضبان الحديد تكون المعده بالكامل اتعلقت على الثلاث اضلاع، يدخل السواق بظهره بزاويه علشان خاطر يسنتر المعده في نص العربيه بالظبط. صدقوني يا جماعه انا بسطت لكم الفيديو جدا، لكن الموضوع ما كانش سهل، الموضوع اخد 12 ساعه حرفيا، وطلعوه من الجحر من غير خربوش حتى، فبجد بجد تسلم ايديكم. فزي ما قلت لكم احنا بنكبر بيكم وبنتعب علشان خاطر نحاول نقدم لكم حاجة تليق بيكم.